من البلدة وخارجها. ألقابكم محفوظة وكذلك أسماءكم. رجل في مدرسة ومدرسة في رجل. رجل في مدرسة ومدرسة في رجل. هذا هو صديقي أبو خضر. أتته الإدارة منقادة إليه تجرجر أذيالها. يرسلياس حلية يزدان بها جيد المدرسة. أية مدرسة؟ فهو الذي علم وعلم. عمل مدرسا ثم مفتشا ثم مديرا. هذه المهن الشامخة انصهرت في شخصه ثالوثا متماسكا ليأخذ مكانا رفيعا في سجل أبناء شعبه الطيبين الخيرين. في ذكرى هذا الثالوث أذكر أن أمثالهم هم الذين وصفهم شهيد فلسطين الأول الفادي العظيم: من علم وعمل وعلم يبقى عظيما في ملكوت السماوات. صداقتنا أو بالأحرى احترامنا المتبادل عمره عقود من الزمن. جمعنا حب الناس والوطن من خلال عشقنا للغة الضاد وحث أولادنا من طلاب وطالبات على اعتناقها وصبر أغوارها. يقيني أن هكذا أصدقاء يحصنون لهم مكانا في حصن أهل العقل ومعقلا في قلعة العقل. وأهل العقل لهم حكاية سامقة باسقة في حديث النبي العربي الكريم. تقول الحكاية: الجنة 100 درجة، 99 منها لأهل العقل وواحدة لسائر الناس. أيها الإخوة، نجاح المدرسة من نجاح معلميها. المعلم الناجح هو الذي يرعى أبناءنا وبناتنا على دروب الصلاح والصواب. أما المدير الناجح فهو الذي تكون المدرسة بمعلميها وعامليها نغمات متناغمة ترسم إيقاع ومسار حياته. إنه الذي يحول مدرسته إلى دفيئة تنمو فيها أشكال التعاون والانتماء بين معلميها وتتدفق في فصولها فصول الثراء المعرفي. من يراجع كلمة تربية بأصلها اللاتيني يجدها لفظة تعني القيادة والرعاية والإرشاد، وهذه مجتمعة هي التي تجلبب بها صديقنا المحتفى به. غادر أبو خضر المدرسة ساحبا وراءه تاريخا حافلا من الحضور الإنساني والفكري. إنه حضور يحتذى به، حضور يتضوع عطره في كل مدرسة يلتحفها العطاء والأداء والنقاء. في كثير من فترات ترددي إليه في عرينه المدرسي لم أجده على مقعده وفي غرفته بل خارجها، وتحديدا في الباحة مع الطلاب وبين المعلمين. هكذا كان أبو خضر، حازما حكيما، ينقل غرفته إلى غرفة المعلمين، ينقل بيته إلى رحاب المدرسة، ينقل مدرسته ومن خلال طلابه إلى الشارع وأحياء البلدة. كم تحدثنا عن مظاهر العنف وسوءاته في مجتمعنا، كم تمنينا أن ينقل المعلمون قيم ومثل مدارسنا لتكون الحاكمة الموجهة على امتداد شوارعنا. في لقاءاتي مع جريس كنت أقرأ في عينيه أن المدير المتقوقع في برجه العاجي
بعيدا عن المعلمين والطلاب لا يختلف عن مهندس يقيم جدران عزل بينه وبين مجتمعه القريب ومجتمعه البعيد. لم يتقوقع أبو خضر يوما في برج عاجي ملتحفا بالاستعلاء، لقد آمن أن في هكذا تقوقع يتهاوى التواصل ويرحم التواشل. لم يعرف جريس إلياس برجا عاجيا يستدفئ بين ستائره وفي ظلاله، لقد بنى أبراج تواصل تجمعه بطلابه وأهلهم وزملائه وكوكبة العاملين والموظفين في المدرسة. قلبه لمدرسته وعقله لمدرسته، فكيف لا نحبه وكيف لا نجله وكيف لا نكرمه؟ في دائرة صداقتنا رددنا أننا نقدم وفاءنا للماضي بجعلنا المستقبل أفضل منه. هكذا نحافظ على إنجازاتنا في شتى الميادين. أتمنى للأشتال التي درجها الصديق الصدوق سامقة في حديقته المدرسية والبيتية أن تبقى خضراء يانعة على امتداد الأيام والفصول والأعوام. شكرا لمن قام بهذه الاحتفالية التكريمية، ولصديقي وعائلته أصدق التهاني لتقاعد سعيد وعطاء مديد. شكرا. بعد سهيل أظنه فعل خير علينا جميعا لتكون حياتنا دائما سهلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين الذي جمعنا على الخير والصلاح. زميلي المحتفى به الأستاذ الفاضل جريس إلياس، الحفل الكريم مع حفظ الألقاب. يسعدني ويشرفني أن أقف اليوم بينكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي لأشارك في تكريم فارس ترجل وهو السابق. نعم، وهو السابق. وقلما يترجل فارس وهو السابق، لأن الأيام تفعل ما تفعل، ولكن عندما يكون الفارس أصيلا يبقى السابق دائما. أقولها كلمة في حقك لا لأزكيك عند الله والناس، بل لأفيك حق من عمل فأتقن، ومن قاد فأوصل، ومن أعطى فأجزل. وحريص بنا نحن حملة رسالة العلم والتربية أن نكرم من يستحق التكريم، ويصبح التكريم عادة ونهج عمل. زميلي أبا خضر، اعلم أن لك عندنا المقام الأسمى والدرجة الأعلى، ولك في قلوبنا منازل، فأنت لنا كنت وما زلت مثلا يحتذى في المثابرة والحرص على إتقان العمل واحترام الوقت وحسن التدبير والإخلاص والتضحية. تكابد الصعاب وتتحدى العقبات من أجل تحقيق الغايات والأهداف السامية النبيلة. لا تخشى في ذلك لومة لائم، وأنت تعي ما أقول، وكثير من الحضور يعون ما أقول. ولا تلقي بالا للأصوات المحبطة
والعوائق المعرقلة، حتى جعلت من مدرسة البستان مدرسة أبو خضر كما يحلو للجميع أن يقولها. جعلتها صرحا للعلم والمعرفة يشار إليه بالبنان، يعرف بك وتعرف به. لقد جعلت من المدرسة مدرسة ريادية ونموذجا يحتذى لسائر المدارس، تزخر بالمبادرات التربوية والاجتماعية والإنجازات العلمية التي تتسم بالإبداع، تشبهك وتنم عن فكر خلاق ومبدع، تعلي سقف التحديات أمام المدارس الأخرى. قلت لك إنك كنت خير منافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وتساهم في رفع مستوى التعليم على المستويين المحلي والقطري. لك منا زميلي العزيز تحية إكبار وإجلال، لأنك كنت لنا دائما خير ناصح، نستهدي برأيك ونسترشد بعمق تجربتك في كل محفل وفي كل مناسبة. تحية إكبار لشخصيتك الحكيمة المتزنة، تحية إكبار لحسن تدبيرك وعمق فكرك وبعد رؤياك، تحية إكبار وإجلال لك من كل من تتلمذ على يديك ونهل من فيض علمك. علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا، وقد بنيت وأنشأت وكلنا يشهد على ذلك الكثير من الأنفس والعقول. فشكرا لك من قبل وشكرا لك من بعد. بوركت زميلنا وبورك عطاؤك، وفقك الله وأرضاك، وجعل القادم من أيامك مكللا بالصحة زاخرا بالعطاء لأسرتك الكريمة ولبلدك المحب. واسمحوا لي هنا أن أحيي زميلتي، لأني أعرف كيف تكون حياة شريكة المدير أو شريك المديرة، فبدون أن تكون شريكة متفهمة معطاء داعمة لا يكون مديرا ناجحا معطاء أبو خضر. وأسرة كريمة وأبناء ناجحون متفاهمون. شكرا لك، شكرا أن كنت لنا زميلا، وفقك الله وأرضاك، والسلام عليكم. لأستاذي الخالي العزيز الغالي أبي خضر، خروجك إلى التقاعد وتمنيا لك العمر المديد بالصحة واستمرار العطاء كما عودتنا. كان الأستاذ جريس للطلاب كالأب الحنون، وكان للمدرسة القائد الذي يقف دائما في المقدمة في أي معركة. لي كل الشرف أن يتم اختياري لأقف أمامك اليوم بهذه المناسبة الغالية على قلبي، ولأدقق في الموقف ولمعرفتي كم كان الأستاذ جريس يقدر عاليا جهود الهيئة التدريسية الرائعة. لذا رأيت أن أنشد أغنية أحبائي من ألحان الفنان زياد بطرس وغناء الفنانة جوليا بطرس، التي تعبر عن تقدير الأستاذ جريس القائد للهيئة التدريسية الرائعة وتوصيته لهم في خروجه للتقاعد. شكرا. استمعت إلى رسالتكم وفيها العز والإيمان، فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان.
استمعت إلى رسالتكم وفيها العز والإيمان، فأنتم مثل ما قلتم رجال الله في الميدان، ووعد صادق أنتم، وأنتم نصرنا الآتي، وأنتم من جبال الشمس عاتية على العاتي، ووعد صادق أنتم، وأنتم نصرنا الآتي، وأنتم من جبال الشمس عاتية على العاتي. أحبائي 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 يتحرر الأسرى، بكم تتحرر الأرض، بقبضتكم بغضبتكم يصار البيت والأرض. بكم يتحرر الأسرى، بكم تتحرر الأرض، بقبضتكم بغضبتكم يصار البيت والأرض. ولاد حضارة أنتم، وأنتم نهضة القيم، ولاد حضارة أنتم، وأنتم نهضة القيم، وأنتم خالدون كما خلود الأرض في القمم، وأنتم مجد أمتنا، وأنتم القادة وتاج رؤوسنا، وأنتم السادة، وأنتم مجد أمتنا، وأنتم القادة وتاج رؤوسنا، وأنتم السادة. أحبائي أقبل نبل أقدام بها يتشرف الشرف، بعزة أرضنا انهمست فلا تبكوا وترتجفوا. بكم سنغير الدنيا ويسمع صوتنا القدر، بكم سنغير الدنيا ويسمع صوتنا القدر. بكم مدى الأحلام، بكم نمضي وننتصر، بكم سنغير الدنيا ويسمع صوتنا القدر. بكم نكمل مدى الأحلام، بكم نمضي وننتصر، بكم سنغير الدنيا ويسمع صوتنا القدر. بكم نكمل مدى الأحلام، بكم نمضي وننتصر، بكم نمضي وننتصر، بكم نمضي وننتصر. رجل علم وشخصية عزيزة مميزة، هي في الواقع مدرسة جامعة ونموذج جدير بالتقدير والتكريم. الأستاذ الفاضل جريس الياس عميد المديرية والأستاذية، نجم ساطع في ديجور معتم. تراك أستاذي الفاضل تعتز وتفخر بمدرستك وبلدك، وأنت تستشرف مستقبلا جديدا في بستان آخر. أستاذنا الفاضل، نحتفي بك في هذا المساء وقلوبنا عامرة بالدعاء لك والصلاة للباري تعالى أن يكلأك بحفظه ويشملك برعايته، وأن يفرش دربك بالورود والمسرات، وأن يديم عليك الصحة والعافية وهدوء البال. لقد عرفتك منذ سنوات ليست قليلة، وذلك أثناء دورة السابقة في التفتيش على مدارس كفر ياسي في العلم والعطاء.
عرفتك رجلا يتوقد عطاء ويتفجر حكمة ودراية، فنان من نوع آخر، ترسم لوحتك بإتقان وتبدع فيها، وتقصد الثمرة فتجدها، وتحسن الوصول إلى شغاف قلوب طلابك ومعلميك. عرفتك مدرسة جامعة مانعة تمهد السبيل أمام تلاميذك ومعلميك ليبلغوا الآباء والأمهات وربما الأجداد، وأنت في قمة عطائك وما زلت تنبض بالعلم والراية الخفافة منحنت ولم تنحن. آيات الشكر تذبل وتتوانى. أوجه إليك نداء خاصا: لا تبخل علينا من تجاربك العميقة الغنية ولا من فيض علمك الغزير، فكم نحن بحاجة ماسة إلى تلك التجربة الفريدة التي تختزل أمامنا نظريات عديدة لا تجاري الواقع ولا تجيب على تساؤلات كثيرة. وقبل الختام لا بد من توجيه كلمة شكر وتقدير إلى القائمين على برنامج التكريم هذا، وهو يدل على صدق واحترام ورقي لشخص الأستاذ جريس وأخاله مذهبا تسيرون على خطاه في هذا البلد العامر، فلكم مودتي ومحبتي. أستاذ جريس العزيز، أتمنى لك حياة هانئة لإنارة دروب الآخرين بالعلم والنصيحة والتضحية والتحدي الصعاب. من تجربة الذاتية العمل الجماهيري والتربوي والإداري خاصة عمل شاق، وخاصة عندما تجابهك مشكلة وأنت بحيرة كبيرة، إما أن تقول الحق وإما أن تجامل. والأستاذ جريس من أولئك الذين يناصرون الحق ويعبرون عنه بجرأة وبحكمة. جاء في الحديث الشريف: أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. تحية إجلال وإكبار للجنة الاحتفال والحضور الكرام على إقامة هذا الاحتفال البهيج، وإن كان هذا يدل على شيء فإنما يدل على رقي وحضارة هذا المجتمع الذي يعرف أن يكرم رجالاته. أيها الحفل الكريم، في تاريخ 1 أيلول 1994 بدأنا أنا والأستاذ جريس بالعمل في مهنة التفتيش في الواحيفة. كان لي شرف عظيم اللقاء به والعمل سويا، فالتقينا في الاجتماعات التفتيش والتفتيش الجماعي بقيادة الأستاذ كامل فارس رحمه الله طيب الذكر. كانت تلك الأيام جميلة، وخاصة الاحترام المتبادل والمهنية التربوية. كان الأستاذ جريس يأتي من الشمال مع حضارة الشمال ولغته الجميلة إلى لوائنا مدارسنا، وكان فعلا المدارس كلها كانت بمثابة مدرسته، مجتمعه، أبنائه، فأعطى الكثير، والكل لليوم بقدر الفترة اللي كنت فيها. فباسمي وباسمهم نشكرك يا أستاذ جريس. أيها الحفل الكريم، للإنسان 3 أسماء: اسم يرثه، واسم يختاره الوالدان، والاسم الثالث يصنعه الإنسان لنفسه. الاسم الأول الذي ورثته هو القومية والدين، والاسم الذي اختاره الوالدان هو جريس، والاسم الذي صنعه فهو كما يلي. حرف الجيم الأول من اسمك يرمز إلى جرأة وجوهرة، معروف عنك بأنك جريء وجوهرة بالتربية والأخلاق. حرف الراء يرمز إلى الريادة، فكنت مبدعا تحب التجديد وقائدا في المسيرة التربوية. حرف الياء يرمز اليقظة، كنت مدركا لما يدور من حولك في الساحة فاخترت القرارات الصحيحة والحكيمة. وحرف السين يرمز للسعادة وللسفر الكتاب، بحثت عن سعادة الآخرين
ولم تنسى أسرتك أحببت القراءة فأنت مثقف. وفي الختام أتمنى لك أخي ولعائلتك المديد من العمر الصحة والسعادة. لأمير الشعراء أحمد شوقي: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف وجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، وطبعته بيد معلم تارة صدئ الحديد وتارة مصقولا. أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل. فجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيل. واليوم أصبحنا بحال طفولة في العلم تلتمسانه تطفيلا. من مشرق الأرض الشموس تظاهرت، ما بال مغربها عليه أديلا. يا أرض مذ فقد المعلم نفسه بين الشموس وبين الشرق قحيلا، ذهب الذين حموا حقيقة علمهم واستعذبوا فيها العذاب وبيلا. في عالم صاحب العلم مقيدا بالفرد مخزوما به مغلولا، صنعته دنيا المستبد كما هوت من ضربة الشمس الرؤوس ذهولا. سقراط أعطى الكأس وهي منية، شفتي محب يشتهي التقبيل. عرضوا الحياة عليه وهي غباوة، فأبى آخر أن يموت نبيلا. إن شجاعة القلوب كثيرة، ووجدت شجعان العقول قليلا. إن الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. ولربما قتل الغرام رجالها، قتل الغرام كما السباح قتيلا. أو كل من حام عن الحق اقتنى عند السواد ضغائنا ودخولا. أمعلمي الوادي وساسة نشئه، والطابعين وشبابه المأمولة، والحاملين إذا دعوا ليعلموا عبء الأمانة فادحا مسؤولا. بالعطاء في ميدان التربية والتعليم، ونحن من أجل ذلك مجتمعون الآن هنا لنكرم إنسانا وزميلا ومديرا له في قلوبنا كل المحبة والتقدير. كيف لا، وهو الذي أدمن في الإخلاص والتفاني في عمله مديرا ومفتشا. هذا العمل الذي أخذ سنوات كثيرة من عمره تميزت بالتضحية ونكران الذات في سبيل إداء رسالة التعليم النبيلة على أكمل وجه وأحسن حال لبناء أجيال متعلمة مثقفة رفيعة الأدب والأخلاق، لتكون قادرة على بناء مجتمع متقدم راق. الحاضرون الكرام، أقسم أنني ما عايشت شخصا مثله تواضعا ومحبة في العمل وإلحاحا في دفع عربة التربية والتعليم قدما نحو الأفضل والأمثل. أيها المدير، لقد حفظت لمهنة التعليم شرفها وصنت لها قدسيتها. في شخصك اجتمع الحلم والحزم، الانضباط والتسامح. كنت قدوة لزملائك في الهيئة التدريسية خاصة وللمجتمع عامة. عرفتك مبادرا خلاقا مبدعا، بفضل ذلك أرسيت مناخا تربويا تعليميا خلاقا
لكل طالب علم وأدب. فغدت المدرسة خلية نحل لا تقاعس فيها ولا استخفاف، بل همة ومثابرة وعملا. وأنت بذلك قد توفقت في غرس وتعزيز روح الانتماء في عقول تلاميذك وزملائك. هذه الروح التي هي أكبر عدو للفشل والإخفاق، وأقوى عاصم للفوضى والعنف. عزيزي المحتفى به، كم كنت أودك لو تبقى مستمرا في هذا المجال لسنين عديدة، لكن قد آن الأوان لتسلم المصباح لآت بعدك. واعلم أنه بعد تسليمك هذه الأمانة الغالية لم ينتهي كل شيء، بل سيبقى كل شيء. بصماتك البارزة في شتى مجالات التربية والتعليم ما زالت منقوشة على صفحات أذهان طلابك وزملائك وعلى جدران المدرسة وساحاتها، وهي التي ستدوم ناطقة بكل خدماتك لكل طالب آت إليها أو لزائر يقصدها أو لمعلم قد ينقل عمله إليها. وكما قال شاعر: أنت المعلم أصل كل فضيلة، أنت الإمام سبقت بالإحسان، إنا نعانق بالوفاء جهودكم، ستظل دستورا مدى الأزمان. أيها الفارس مساء الخير. حي صديقتنا بنت بلدنا، هذه الصبية الخلاقة في تقديم المناسبات والاحتفالات، ونصفق لها الآن. حينما هاتفني حبيب قلبي أبو خضر جريس المحبوب، وتوا عندما أنهى المهاتفة بنيت أول بيت شعر ولم أسجله. تحديت نفسي وكنت مشغولا ولم أستطع أن أجلس ساعة واحدة حتى أكتب قصيدة أو كلمة. الكلمات عادة لا أفضل أن أكتبها أبدا، أتحدى نفسي حتى لو بدي أخطئ. وعندما عدت إلى البيت بعد الساعة 4 بنيت القصيدة في السيارة، وعندما جلست هنا تحديت نفسي أن أكتبها، وخرجت معي 5 أبيات لا يستطيع أن يعرف كسرها إلا شيخ شعرائنا حنا إبراهيم، حبيب قلب الجميع، تحية له وتصفيق. هو شيخ شعراء هذه البلاد بلا منازع، وأحد أعلام الشعر في العالم العربي والعالم أجمع، ومن أشجع البشر الذين وجدوا على وجه الأرض. وأقرأ من بين هذه الخرابيش قصيدة: وامقا لا زاهيا خادنت المعالي، وامقا لا زاهيا خادنت المعالي، يا حشاشة الروح يا أغلى الغوالي. يا حشاشة الروح يا جريس يا أغلى الغوالي. أين الهمام
من العلياء قاعصة. أين الهمام من العلياء قاعصة؟ والضر ناثره تغبطك اللآلي، والضر ناثره تغبطك اللآلي. شهمة مسيرتك وخلقة ولم تكن لغير الجهل قالي. شهمة مسيرتك وخلقة ولم تكن لغير الجهل قالي. همنا في الفيافي والغزلان شاردة. شو الغلط؟ والطريقة الثانية انه يكونوا مثال تصرفاتهم اليومية اللي مبنية على قيمهم ومبادئهم. وجانب التربوي من ابوي كان بالطريقة الثانية، انه كان مثال رائع لكثير مواقف يومية وحياتية. بالنسبة للبلد، للمدرسة، لمعلمينها ولطلابها، الأستاذ جريس كان مدير مدرسة البستان. بينما بالنسبة لي الأستاذ جريس كان مدير مدرسة الحياة. مدير مدرسة حياتي اللي فيها تعلمت شو يعني إخلاص لمكان عملك، وشو يعني تعطي من جوية قلبك، شو يعني تكون نزيه ومستقيم وعادل لو كل ضغوطات الدنيا عليك، وشو يعني قراراتك واختياراتك تكون مهنية بحت، مبنية على كفاءات ومش على أي اعتبارات ثانية، لا طائفية لا عائلية ولا غيره. وتعلمت شو يعني إذا كنت ابن مدير المدرسة مش معناه الحياة رح تكون أهون، بالعكس، عشان تنجح لازم تحفر طريقك بإيديك. والنجاح بحياتنا بيجي بس لما إحنا نتعب فيه، مش بس بالمدرسة إنما بكل مجالات الحياة. شكراً أستاذنا ومديرنا لأنك كنت قدوة كل معنى الكلمة. كنت مثال لأسمى القيم وأطهر المبادئ، وبتمنى من كل قلبي هقدر بالمستقبل أكون أبو لأولادي زي ما أنت كنت أبو لإلي، لإخوتي ولكتير كتير أولاد، وشكراً. اليوم لن أطيل الكلام عن جريس المدير والأستاذ لأنكم تعرفونه، لكن أود أن أشارككم بأبرز ذكرى لي منه كأستاذ. ذكرى انه هو المعلم الوحيد اللي طردني من الصف. اما باقي الامور التي سوف اشارككم فيها معه عشتها معه كأب وليس كأستاذ. فهو رجل المهام الصعبة، رجل المهام الجدية. اول اغنية عرفنا عليها لأم كلثوم بالسيارة هي الأولى بالغرام. اول من علمني ان لا اقول يشو، لانه يشو يمح شمو بزخرون. هاي كان الصف الثالث. أول كتاب نصحني به لأقرأه كان الرجل الذي يكره نفسه للكاتب حنا أمينة. كان ذلك الصف السابع. الاجتهاد والعطاء بالعمل والإخلاص له هو أمر استقيناه إما بالجينات أو بالتربية. تعلمت حب أشجار البلاد من أسئلته خلال تنقلنا بالسيارة: شو هاي الشجرة؟ والانتماء وحب البلاد من أسئلة: وين إحنا شجر؟ شو اسم هاي البلدة؟ أمور تقدر تجديرها بك عندما تكبر. رجل دغري، بحبش العوج. بحياتي ولا مرة سمعته يحكي على حدا أو يقبل إنه يحكوا على حدا تاني قدامه. من وين سمعتي؟ شفتي؟ كيف تحكي هيك؟ الأشياء اللي أنت عن جد الواحد بس يكبر بيقدر المعنى العميق لهذا التوجه. بني آدم بشخصيته الصارمة قدر يربي أولاد اللي واحد فيهم عنده قدرة النقد، حتى هو بتقبل انتقادنا إله. تربية النقد والنقد الذاتي ليس بالأمر المفهوم ضمنه. وميزة تربيتي وعلاقتي بأبوي إنه بواجه واضع النقاط على الحروف حتى بأمور تخصه. رغم أن أبي في سلك التعليم، لكن أبداً لم يدرسنا أو يحل معنا وظائف، بل ببساطة اعتمد علينا. حتى عندما كبرت وكنت أتوجه إليه مترجية أن يكتب عني الإنشاء باللغة العربية، لم يوافق على ذلك أبداً، قائلا: لا شذر، هذا لمصلحتك، أن تذودي أنه لن يقوم أحد غيرك عنك بمهام تخصك. عندما انتقلت لمراحل التعليم الحاسمة
كنت قد أتيت وراء أخي شهد الذي حصل علامة بجروت بالسماء وعلامة بسيكومتري بالفضاء. كثير بقدر إني لم أقارن به أبدا، لم أقارن بأحد أبدا، ولم نقارن ببعض أبدا، وهذا سنح لكل منا أن يحقق نفسه. ومن هنا تعلمت أن تربية الأولاد على الامتياز لا تكون بمقارنتهم بينهم وبقولك كن مثل هذا أو مثل ذاك أو كن الأول بالصف، إنما بالتحفيز لتحقيق الذات. هو الأب الذي يفتخر بأولاده وإنجازاتهم دون أن يدلعهم. وبحسب رأيي التربية الناجحة هي تلك التي توصلك لمرحلة أن تقوم بأي شيء ليس خوفا بل احتراما له ولذاتك أولا. بحبك بابا كتير، فخورة فيك وبتربيتك. بحكم انتقالك المؤقت للتفتيش لبضعة سنوات لم أحظى أن تعلمني أستاذا في نطاق حصة مدرسية تقليدية، خلافا لجميع إخوتي الذين سانحهم الحظ وعايشوا هكذا تجربة. ولكن أبا خضر أبى أن يبخل علي قط من الناحية التربوية، ملقنا إياني دروسا حياتية، عبرا مصيرية، ونهجا أخلاقيا استمدت منه من سلوكه قبل قوله. حب الزوجة والأبناء والعائلة الموسعة، قليلا بالقول كثيرا ووافرا بالفعل، عبر التفاهم، الليونة والعطاء غير المشروط. حب مكان العمل، المؤسسة أبنائها والعاملين بها، مضحيا صارما وماشيا نحو هدف تربوي ووطني دون مساومة. نهاية، لي كل الشرف أن أشبه بك أحيانا شخصية وسمات فريدة. مساء الخير للجميع، وبشكر بدوري كل واحد ساعد على ايام هذا الحفل، لانه فيش احلى منه لما بتشوف عالم عم تتعب على عالم تعبت عليها. كل ما بتكبر وبتمر بتجارب بحياتك جديده غريبه، بتبلش تستوعب قديش اهميه المدرسه، قديش اهميه دور الاهل، المدرسه، المربي والمعلم على شخصيتك، على مواقفك، وعلى كونك انسان اول شيء. انا بفتخر انه انت بحياتي معلم، مدير، مربي لي بالمدرسه خصوصا بالبيت. شرف كبير لي انه بينادوك ابو خضر، والشرف الاكبر انه راح ينادوني ابو جريس، وراح اربي جريس الصغير يكون مثلك بالعلم والثقافه والاخلاق العاليه. شكرا لك كثير ابو خضر حبيبي. أستاذ جريس لنا هو مار جريسنا، هو ذاك الأب الفارس المغوار ممتطيا جواده صباحا مع الشمس، يحمل رمحه يوميا بنفس العزيمة الهائلة لإصابة الأهداف، واضعا نصب عينيه الهدف تلو الآخر دون كلل أو ملل، يرى بالأفق واحدا من خطوط خريطة طريقه مؤمنا بسبيله، يلبس درعه ذات الجانبين مبطنة بالمعدن المصهور بالعدل والمصقولة بالصدق، المطبوقة بالاستقامة والمرصعة بالقوة والجأش والصرامة. حلته اليومية هذه ما تلبث تحث الكون أن يدعو لميدانه الكثير من المعارك، وليس صدفة وليس بالصدفة بدأ سيرته المهنية في هذا البلد بمعركة، وأنهى مسيرته المهنية في هذا البلد بمعركة، لأن هذا الفارس اعتاد الشموخ، وأن يبقى مرفوع الرأس ونشر إيمانه ولو كلفه هذا ما كلف من ثمن. وهو من ناحيته لا يتراجع ولا يهاب من مقاتلة التنين، لأنه لن يسمح لأي طالب أو طالبة، معلم أو معلمة، ولا لأي مدرسة بأن يقدم ويكون قربانا لأحد، لا في مدرسته ولا في مدارس أخرى، لا في بلده ولا في البلاد الأخرى.
دعيت سنين لا بأس بها من حياتي ببنت المدير. منذ ولدت تسلمت اللقب. لقب للكثيرين ما هو إلا منصب، لكن في أرض الواقع أن تكوني بن جريس هي وظيفة كاملة 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة، وليس هنالك لا عطلة شتاء ولا ربيع ولا صيف. بن جريس معناها أن أنهي سلسلة قصصية كاملة قبل دخولي للصف الأول. أن أجيب أني لو دعت لدبير عفريت 3 سنين 4 سنين 5 سنين على كل الأسئلة الموجهة لي خلال انتظاري لأبي في الأروقة والمكاتب التي لا تنتهي بوزارة المعارف في القدس كجزء من المشوار. بن جريس معناه في احتفال عيد الميلاد بالكابري من بين الفقرات الفنية بدل أن أرتل ليلة عيد أن ألقي ولد الرفق يوم مولد عيسى والمرآة والهدى والحياء. وفي المناسبات العائلية والبيتية أن ألقي بدل أعطونا الطفولة قتلناك يا آخر الأنبياء. قتلناك ليس جديدا علينا اغتيال الصحابة والأولياء، تركناك في شمس سيناء وحدك ونحن نجلس الخرفراء. كان عندي سن مكسور. أن أجاب عن تساؤل المشاكس محاولة استغلال أنني بنت المدير والمسيحية الوحيدة في مدرسة بيت صفافة بالقدس لقضاء حصة الدين الإسلامي في الهواء الطلق بإجابة من أبي ومن مديري تخجل من بعدها أن تعيد السؤال حتى في رأسك. هذا دين مثل دينك نتعلم منه القيم والمبادئ الإنسانية. أن أقلق ليلة الأول من أيلول على الساعة الوحيدة المفقودة في البرنامج، وأن أقضي جزءا من عطلة الصيفية أسقي شجر الحمضيات في المدرسة الإعدادية كجزء من شم الهواء، وأن أساعد بالملوخية والقرع التي زرعتها المدرسة بهدف زيادة مدخول المدرسة. كيف لا نخوض الفروسية وقد ترعرعنا على صوت صهيل الحصان واستنشقنا غبار حذواته، وقد جذبنا نقاء بريق قطرات العرق ولمسنا الشجاعة والمسؤولية من البطولات الميدانية والممارسات المهنية التي لها المعنى الكبير. فمارو جريسنا يخرج مع شعبه لرحلات المبيت ليحمل مع زملائه المسؤولية ولا تسهو له عين. فمارو جريسنا يزرع ويسقي ويعتني بورود وأشجار بستانه بنفسه ليزين مدرسته وليفيئ طلابه. مارو جريسنا يعلل في ساحة المدرسة لفرح معلماته كأنهن بناته ويحتضن الثكال منهن كبنات. ومارو جريسنا تفور حفيظته ويهيج ويموج إذا تعدى أحد على حفة طرف ثوب من أثواب المدرسة. هذا هو الجريس بالقشرة لكن ليس بعبوس. هذا هو الجريس بالنبرة لكن برقة القلب والدموع. هذا هو الجريس بالصرامة بجل الحنان والمحبة. هذا هو الجريس بشموخه المتواضع. مارو جريسنا هو بطلنا اللغوي والمهني والقيمي والمبدئي والقومي. هذا هو الجريس أسطورتنا التي تربينا عليها 5 والسادس رن الحفيد بعنوان أسطورة بعنوان مارو جريسنا. يعطيكم العافية. دمتم أغصانا مبرعمة يانعة في حضن والديكم. يعطيكم العافية.
أدعو حضرة الأستاذ صموئيل السعيد ممثلا عن طاقم الهيئة التدريسية لمدرسة ياني الثانوية، والأستاذ أسامة تفضل تقديم الهدية باسم زملاء وزميلات مدرسة ياني الثانوية لأستاذنا جريس. تفضل أستاذ أسامة وأستاذ صموئيل. أستاذ صموئيل تفضل. أستاذ جريس، أنا بديش أحكي بلغة الماضي. أنا بدي أقول إنه أنت من الأعمدة التربوية لهذه القرية، ونحن فخورون بك ونسير على دربك، وإن شاء الله العمر المديد وعطاءك مستمر، لأنه اللي زيك أعطى هذا العطاء لا يمكن أن يتوقف. مدرسة يني الثانوية تقول إلى الأستاذ المربي جريس إلياس بكل حب، تقديرا وتكريما وعرفانا لعطائك الغزير وتفانيك في خدمة أبناء قريتنا على مر أعوام طوال، مربيا ومديرا تقود الدفة نحو المجد. دمت دخرا ونبراسا ينير الدرب ويقضي بمجتمعنا إلى سنوات أكثر إشراقا، مع تمنياتنا لك بوافر الصحة والعمر المديد الهيئتان التدريسية والإدارية في مدرسة يني. شكرا. أدعو الآن الأستاذ سمير مساعدي مدير مدرسة العين الإعدادية لتقديم هدية للأستاذ جريس. تفضل أستاذ سمير. طاقم مدرسة العين، أهلا وسهلا بالجميع، شرفتونا. طبعا بعد الحفل ما خلصش، في كلمة للأستاذ جريس يعني بحب تسمعوه. طبعا تفضل المنصة إلى مساء الخير للجميع. أنا بعترف يعني لو قعدت أشهر مش راح أقدر أكتب قصيدة زي الأخ أستاذ عناد وباقي الموجودين، قصيدة شعر، بس بحب أحكي لك هالكلمتين من القلب أبو خضر. الأسرة الكريمة قالت شكر للجنة، تكريمك أبو خضر هو واجب على كل إنسان وشخص في كفر ياسيف. أنت كنت إلنا علم أبو خضر، أنت أستاذ إلي شخصيا، بشكرك باسمي باسم الطاقم باسم كل المعلمين. الله يعطيك العافية، وإن شاء الله بيكون تقاعد سعيد لك ولكل العيلة. شكرا أبو خضر. شكرا أستاذ سمير، سلم تمك. ابن عمي حبيبي حنا ابراهيم محضر بيتين شعر 3 وانا بحب معكم نسمعن منه.
إخواتي وأخواتي، أستاذ جريس ابن عم اللزم، لكن أهم من هذا إنه ابن بار لكفر يسير وابن بار لهذا الشعب الطيب. تسألني مرتي قبل ما جيت بتقول لي عملت شعر لابن عمك؟ قلت لها ما حدا طلب مني. قالت أنا بطلب منك. قلت لها تكرمني. يا ابن عمي ويا أخي وزميلي ودليلي إذا أضعت دليلي، مذ عرفناك وأنت في نظر الشعب مثال لثالث المستحيل، ونشأنا على محبة هذا الشعب حبا ما إن له من مثيل، وجزانا الجمهور حبا بحب وهدانا إلى سواء السبيل، علمونا أن الذي يخدم الشعب سيحظى بالحب من كل جيل. كنت فينا ولم تزل أريحيا من تلاميذ عيسى وصحب الرسول. شكرا. فعلا اعتذر واسف على التاخير اللي طرأ، ولكن احيانا ما في طريق ثاني الا الالتزام والاستجابه لبعض الطلبات. احبائي جنود العلم والتربيه، جنود الثقافه والابداع، ابجلكم مفتخرا معتزا برسالتكم. سادتي يا كرام، يا قاهري الجهل والظلمات، يا باعثي النور وناشريه، يا زارعي المحبة والتآخي، الأرض خصبة فأحسنوا بالعمل الدؤوب حراثتها، وازرعوها بالاجتهاد والكد والمثابرة، وارووها بالمحبة والتواضع والتسامح، واحرسوها بلحمتكم وتفانيكم، فتأتي الثمار يانعة ناضجة حلوة المذاق. افتحوا أحبائي قلوبكم وعقولكم للطلاب والأهل والممثلين، فقلوبكم واسعة تتسع لكل تذمر وشكوى وصرخة ألم. واعملوا بإيمان، فالتواضع ليس ضعفا بل هو الإخلاص والمحبة وعماد الحياة الكريمة السعيدة. حافظوا بقناعة على الثالوث متماسكا، الطلاب، المعلمون والأهل، فبتعاونكم وتعاضدكم قادرون أنتم على تحقيق الأماني والآمال وتحطيم أعتى الأمواج والعواصف. لا تكتفوا يا إخوتي بإطعام أبنائكم سمكا، بل علموهم مهارة صيد السمك، وكثفوا جهودكم على تطوير التفكير والإبداع وتنمية شخصية الأبناء والبنات. كونوا القادة وربان السفينة، لا تلعنوا الظلام بل أشعلوا الشموع، واقتضوا بما تغنى به إيليا أبو ماضي حيث قال: أنا لا أكتب إليكم ورقا غيركم يرضى بحبر وورق، إنما أهدي إلى أرواحكم فكرا تبقى إذا الطرس احترق. زملائي